وادخلي جنتي. الله يرحمك يا شكري، إن شاء الله ربي رحم الله الفقيد واستقبله بكامل رحمته. إذا يخرج الآن جثمان الفقيد شكري بالعيد من دار الثقافة. حمادي إليك الكلمة. جثمان شكري بالعيد مسجل بالعلم الوطني تحمله أصدقاء شكري بالعيد، وهذه يعني صورة مباشرة وأصوات يعني نقل مباشر وحي. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. أحبتي في الله، رسالتي أوجهها إلى من يدعون أن شكري بالعيد شهيد. والله إني أستغرب لهؤلاء يطلقون عليه لقب شهيد. بالله عليكم، من أين جاءت هذه الشهادة؟ أبمحاربته للدين وقذفه ليلا والنهار لأتباع المنهج السلفي والدعاة، أم باستهزائه بالمشايخ والعلماء، أم بمناصرته وتأييده لمن استهزأ بالذات الإلهية ويقول هذا فكر وهذا إبداع؟ فعن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيأتي على الناس سنوات خداعات، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. هؤلاء الرويبضة الذين يدعون على هذا الرجل بأنه شهيد، هذا الرجل الذي تعودنا ما خرج في قناة أو في برنامج إلا ليسب ويقذف في السلفية. والله يا من حاربتم الدين واستهزأتم بأصحاب اللحى والثياب القصيرة، ستقفون أمام ربكم وستسألون عن كل صغيرة وكبيرة.